بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامج صالون الذكريات، وضيف جديد علينا كل يوم خميس. وضيفنا النهاردة هو صاحب مكان، لأنه هو من الناس اللي عرقت وتعبت في النادي المصري. ضيفنا وضيفكم النهاردة نجم وكابتن النادي المصري في عصره الذهبي، كابتن علي المصري. أهلا بك كابتن علي. اهلا بك يا كابتن محمد. أهلا بك يا كابتن، منور. ده نورك. مختفى يا كابتن علي حضرتك؟ لا مختفى والله. عن الساحه، ما بتحبش انت الاعلام ولا ايه؟ لا مش يعني انا في قطاع الناشئين اه كابتن، عايزك تتكلم كده وتاخد احنا ايه قاعدين في قاعده. اول حاجه مش ما تخافش من الميكروفون. لا انا ما بخافش، انا برد بس على احنا ايه يعني ايه بنقعد عايزين القعده دي، احنا دايما بيبقى الايه الكلام طالع من ايه؟ من القلب. من القلب. فاحنا عايزين القعده دي تبقى قعده ايه، كلام وايه طالع من القلب للقلب زي ما بيقولوا. واحنا مستعدين. مستعد. ماشي كابتن علي، يمكن احنا يعني الناس الكبار شويه لحقوا حضرتك وانت بتلعب في الملعب وكابتن النادي المصري ونجم من نجوم النادي المصري في العصر اللي الناس بتعتبره في ال 30 سنه الاخيره هو العصر الذهبي، اللي هو اللي كان بينافس فيه على البطوله، ووصل لنهائي كاس مصر مرتين ثلاثه، وحضرتك كنت بتلعب في الفتره دي في ثلاث مرات كنت موجود حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. فبس احنا عايزين بقى نقول للناس يعني ايه الشباب اللي لسه طالع صغير، اللي ممكن يكون منهم محمد ابن حضرتك. ابني طبعا. هو ممكن ما يكونش لحق حضرتك وانت بتلعب، او ما شافكش، لا ما شافنيش وانا بلعب، او ما شافش التألق بتاعك والنجوميه بتاعتك، وانك تستطيع انك تفرض نفسك على ايه مجموعه من اهم نجوم النادي المصري وكوكبه كبيره من النادي المصري. فعايزين نعرف الناس مين هو كابتن علي المصري، بدايته امتى، كان اتولد فين، عاش فين، يعني بحيث انا بحب الكلام ده، لان ايه الكلام ده بياخدنا بقى ان احنا بنتكلم عن الكرة في بورسعيد، في الشوارع كانت عامله ازاي، في المدارس كانت عامله ازاي، الكلام ده يعني. والله يا دكتور اقول لك الحقيقه، يعني اولا انا اسمي علي المصري. تمام. من مواليد بورسعيد. تمام. من اشبال النادي المصري. تمام. لعبت 18 سنه في النادي المصري. 18 سنه. تمام. الحمد لله ما قعدتش ماتش احتياطي. كابتن النادي المصري 7 سنين. لعبت 3 كاس مصر وما كانش لينا الحظ اللي احنا. لا ده احنا هنيجي للحاجات دي كلها بالتفصيل. ما انا عايز اعرف البدايه بقى كابتن، يعني مواليد في شارع ايه؟ انا شارع سعد زغلول وعزمي في ال30. سعد زغلول وعزمي. قدام المعهد الفني التجاري. اللي هو عند المعهد الفني التجاري. ايوه. عند كان في محطه بنزين فوقيها احنا فوق البوري. فوق البوري. ايوه. تمام. ده بيت العيله. انا مولود فيه. سنه 56 و 57. 57. 18/1/57. يعني عيد ميلادك كان في الفتره اللي فاتت. والله لو نعرف كنا زمانك يلا الحمد لله. انت من الناس اللي احنا بنعتز بيها، ما تحرمش، ومن الشخصيات الجميله كابتن علي. ما تحرمش يا دكتور. ده من ذوقك، ربنا يخلي حضرتك. بدات تلعب فين بقى كابتن علي وانت صغير؟ انا عايز لعب في الشارع واللعب في المدرسه. انا اقول لك على حاجه عشان تكون عارف. اولا انا كنت بلعب في النادي الاهلي هاندبول، دي حاجه جديده ليك انت. في النادي الاهلي هاندبول. ودخلت منتخب مصر هاندبول. ده الكلام ده امتى؟ يعني واحنا في الهجره. يعني كان في شباب، يعني في الشباب. في الشباب. وبعدين انا عايز ايه يعني، خلينا ناخدها مرحله. انا كنت بتمرن في بورسعيد. لعبت في الشارع مثلا؟ لا ما لعبتش في الشارع صراحه. انا لعبت عند الحاج مصطفى الشناوي. كابتن مصطفى الشناوي في الناشئين في النادي. هاجرنا. سنه كام يا كابتن؟ هي 73. لا انت لعبت مع الكابتن مصطفى الشناوي امتى؟ قبل ما تهاجروا من قبل ما نهاجر. يعني كان عندك مثلا 10 سنين؟ عندي 10 سنين 11 سنه. وبعدين سافرنا. وبعدين كنا في راس البر. كان يعني حضرتك هاجرت برضه من ضمن الناس اللي هاجروا في راس البر. تمام. وبعدين انا الظروف كنت في المدرسه وكان معايا محمود المر، تسمع عليه الضابط محمود المر. انا ومحمود المر والسيد السرجاني، كانت دفعه جامده كده. لعبنا هاندبول. كنا يعني ايه من النوع اللي ايه يعني حاجه. وانتوا في راس البر؟ واحنا في راس البر. في المدرسه اعدادي مثلا او في ثانوي ولا في ثانوي؟ لا في اعدادي. اختارني الكابتن حواتر الله يرحمه. شهبور. كابتن حواتر بتاع الهاندبول. هم كان شهبور. محمد حواتر. الكابتن محمد حواتر اللي هو كان مدرس تربيه رياضيه. تمام. واحنا كنا بنلعب في فرقه المدرسه كوره. فقال لي لا انت تلعب هاندبول. رحنا لعبنا دوره، اخذنا البطوله، ولعبنا ضد النادي الاهلي اخذنا. رحت الثانويه الرياضيه. في القاهره. كان مين معاك بقى؟ كان كابتن فاروق جعفر كان اكبر مني. والكابتن اكرامي. دفعه كبيره النقليه دي. كنت انا في سنه اولى. وبعدين اولى ثانوي رياضي.
وبعدين جه كابتن الايوبي بتاع النادي الاهلي والبوهي، يمكن انت تسمع لهم منتخب مصر، رياض البوهي خدوني النادي الاهلي وقالوا لي ايه انت تلعب في النادي الاهلي والكلام ده. فانا جيت لابويا بقى قاعد يشتم فيا والله يرحمه وبتاع النادي المصري، وانت عارف بقى الاب بقى ده ان انت تلعب يد برضه في لا العب كوره بقى. قال لا سبت الثانويه وايه وهربت صراحه. سبت الثانويه الرياضيه. يعني جولك بتوع الاهلي عايزينك ان انت ولعبت اتمرنت في النادي الاهلي ولعبت. وبعدين كان مين معاك في الاهلي في الفتره دي؟ البوهي لو تسمع عنه منتخب مصر والكابتن الايوبي كان الفرقه يعني كان فانا طبعا سبتهم وايه قلت ترجع بورسعيد. انا بقول لابويا الله يرحمه الوضع كذا كذا طبعا. ابويا من الناس اللي هم من اعلام بورسعيد والد حضرتك الحمد لله الحمد لله. فهو قال لي لا ده انت يعني كان شايف فيا اللي انا ممكن. المهم جيت المهم اتمرنت مع الكابتن مصطفى الشناوي والكابتن سامع عياد في بورسعيد هنا بقى ولا كنت لسه في راس البر؟ كنا في راس البر. لما رجعنا لا ثواني بس يعني اتفضل. احنا في راس البر مع الكابتن مصطفى الشناوي والكابتن سامع عياد. لا سامع عياد هنا لما رجعنا. سامع عياد لما لا هناك في راس البر. في راس البر الحاج مصطفى الشناوي. كنت لسه في الناشئين. كنت في الناشئين. كان مين بقى كابتن؟ قول لي كمل لي يعني ايه مين المدرب بتاعك مثلا غير الكابتن مصطفى الشناوي؟ كان المدرب بتاع الحاج مصطفى الشناوي. الحاج مصطفى الشناوي يا دكتور كان شايل النادي. تمام. مدير قطاع مدير نادي يعني صراحه كل حاجه الله يديله الصحه. لا ربنا يديله الصحه. فهو اللي حببنا في النادي. هو اللي حببنا في النادي المصري. هو اللي حببنا في الكوره. النظام الادب تحترم الكبير. علمنا المبادئ اللي احنا لازم نعلمها للاشبال بتوعنا دلوقتي. وحضرتك اظن قايم بالدور ده يا كابتن علي في قطاع الناشئين. والله اقول لك على حاجه الحمد لله والشكر لله. انا يعني ايه انا فترة طويلة الوقت. أنا بقالي في أول 25 سنة في المجال. في قطاع لا أنا اشتغلت فريق أول 9 سنين الحمد لله. وبعدين سبت واشتغلت في النادي الرباط 3 سنين. وبعدين اشتغلت مع الكابتن أسامة عرابي في السكة الحديد. وهقول لك معلومة أنا اشتغلت مع الكابتن حسن شحاتة والكابتن سيد النمرة في الشرقية. هو كابتن سيد النمرة اشتغل مع الكابتن حسن شحاتة؟ ما أنا أقول لسيادتك الشرقية لما طلعت درجة أولى كان الكابتن سيد النمرة هو اللي مطلعها. فجابني اخدني معاه. فالله رأي المهم جابوا الكابتن حسن شحاتة رئيس النادي بتاع الشرقية. كان اسمه السيد عبد الناصر ده ولا كان راعي؟ كان دكتور. والمهم فكابتن حسن شحاتة والكابتن احمد عبد الحليم فهم طبعا ما رضوش يعني ايه يمشوا الكابتن سيد. فالكابتن قالوا له انت تقعد ايه؟ فالكابتن سيد قال لهم لا ما اقعدش ثالث ده انا ابقى صراحة يعني. فالكابتن حسن شحاتة قال له انت واحمد مع بعض وبتاع. قال له لا. فانا قعدت اشتغلت شهر وسبته وسبته الشرقية ورجعت. فمش معقول الكابتن سيد يجيبني وانا المهم رجعت نادية. اشتغلت في نادي الرباط 3 سنين. بعد لان انا كنت شغال فريق اول 9 سنين. وبعدين اشتغلت في قطاع الناشئين. تمام. لغايه الوقت الحمد لله في قطاع الناشئين. انا عايز بقى نكمل كلامنا تاني ان انت لسه بتتمرنوا في راس البر. مين يا كابتن اللي كان بيلعب معاك في الفترة ديت ويكون كمل الناس عارفاه؟ ومين يكون كان لعيب كويس وما كملش بسبب اي ظروف تانية؟ انا اقول لسيادتك على حاجه. احنا كنا مجموعه في راس البر. والله يا دكتور كنا مجموعه يعني ايه يعني كان معاه محمد عيد فؤاد. محمد عيد فؤاد اللي هو اخو الكابتن جلال واخو السيد عيد. والسيد عيد محمد عيد. وكان معايا اباظه. لا اباظه ده ما لا لعب محمد اباظه لعب سنه بتاع حوالي ماتشين 3 كده في الفريق الاول. كان راس حربه. دول اللي احنا طلعنا بيهم. كان يعني وكان معايا واحد اسمه محمود ابو عيسى. يعني دول ما كملوش الظروف والشغل والحاجات دي. رجعتوا بقى من راس البر. رجعنا من راس البر اللي خلانا نلعب ايه. وانا ده بديني ده للكابتن انور سلامه وبديني ده للكابتن عباس وللجهاز المحترم بتاع الفريق. احنا ايه اللي طلعنا دكتور فريق اول؟ النهارده كان النادي المصري لعب امبارح مع مين؟ مع طلائع الجيش. كان تاني يوم النهارده الفريق اللي ما لعبش يلعب مع فرقه الامل اللي هم ما لعبوش 19 من 19 21 سنه فريق الامل ده. احنا كان عندنا فرقه الامل اللي هو كان الكابتن عوض الحارتي والكابتن مدحت فؤوسه والكابتن الكيتش. دول عاملين فرقه امل. تمام. 16 و7 من 16 سنه لان انا كنت 16 سنه في الوقت ده لغايه 20 سنه.
لمين اللي هم الايه يعني اللي هم المتميزين. كنا نلعب يا دكتور يعني ايه المصري لعب امبارح، اللعب الجمعه يوم السبت يجيب الثلاثه مثلا نزلوا او الاثنين اللي نزلوا احتياطي زائد الفريق اللي ما لعبش. وخلي بال حضرتك الكابتن عباس نور الدين من الافكار اللي بينادي بيها دايما فكره فريق الامل دي. والله اقول لك على حاجه، لو هنتكلم على الكابتن عباس نور الدين نتكلم ايه يعني ايه، لازم اتكلم اديله حقه. هنديله حقه ده لازم اديله حقه صراحه. هو الكابتن عباس راجل محترم وراجل خلي بالك غيور جدا 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 عن النادي. وراجل بيحب النادي اكتر من مش عايزين نقول له لازم النادي لان ما للاسف بلاش. انا يعني انا مش ما بحبش النغمه دي. ومع ان حضرتك المفروض اكتر واحد تقول النغمه دي لانك كابتن النادي المصري ل7 سنين على الاقل. لا 9 سنين. 9 سنين كمان. فانا بقول لك على حاجه، اصل احنا مشكلتنا يا دكتور اللي انا اقول ايه يعني مثلا انا هكلمك على نفسي عشان انا ما احبش يمكن انت معاشرني اتكلم على حد وبتاع. انا النهارده كابتن النادي المصري تمام سليم، ولعبت في النادي المصري وعمر، وبعدين هعيش على الامل؟ لا لازم اشتغل واتعب. هقول ايه ده انا كابتن النادي اشتغل؟ لا انا النهارده خلي بالك انا اشتغلت. اول ما بطلت قالوا لي لازم تبقى مدرب وبتاع. انا ما بحبش التدريب، ما بحبش التدريب يا دكتور مع اني شهادات التدريب. معاك شهادات تدريب بس ما بحبهاش. واقول لك ليه. كل بورسعيد المليون مدربين مع احترامي وطبعا فوق دماغي، ودي حاجه مش وحشه انهم الرجاله والحريم ويمكن الحريم اكتر. والله يا دكتور من العشره كلهم مدربين. انا كنت بحب العلاج الطبيعي. وخلي بالك عشان تبقى انت في العلاج الطبيعي بتبقى انت مدير فني. انا النهارده اما الدكتور ينصاب انا اللي بعالجك. الدكتور محمد بينصاب مثلا لعيب مثلا لاعب بينصاب انا اللي بعالجك. المدير الفني اللي هو مثلا الكابتن انور سلامه او كابتن فاروق جعفر كان يجي يقول لي هتلاعب احمد مصطفى، اقول له لا مش هلاعبه. هو يقول لك انت هتلاعبه امال ما يقدرش يلعبه. فانا كنت بحس باللي انا مدير فني. فانا اولا انا معايا مستوى اول رفيع من الفيفا في امال الحمد لله مستوى اول وبعدين معايا الشهادات كلها الحمد لله بتاعت العلاج الطبيعي. مستوى اول مستوى ثاني على يعني الحمد لله من الفيفا اخدها يعني الحمد لله. فالشغلانه دي حبتني حبيتك في مجال عملك. في مجال عمل لان انا بحب مجال عمل. في مجال عملك اهم حاجه. فانا النهارده ايه عاوز اقول نغمه ايه ابن البلد. طب ابن البلد طب ما انت لازم تتعب. ولازم تضحي. ولازم يعني النهارده انا بشتغل في العلاج اللي هكلمك عني العلاج الطبيعي. ما انا سافرت ودرست والحاج عبد الوهاب قوطه طلعني دوره على مستوى يعني دوليه بدافع ل $1200 والله. شهاده لله. ومسفرني. طب ما انا لازم اقاتل. ما اقعدش انا بقى في القهوه اقول يا دكتور انا ابن النادي. طب انا عايز اشتغل. لا سيبك من في دور اجتماعي المفروض يكون للنادي. ديت حاجه احنا لازم نقول. لا ده موضوع ده لازم نتكلم ده نتكلم فيه. بس انا لازم اللي يشتغل في مكان يكون يا دكتور انا النهارده بعد اذنك اما تيجي مثلا الكابتن علي المصري يجي لك اهلا وسهلا على عيني وراسي وراجل. طب انت عملت ايه؟ تمام. انت كيانك ايه؟ السي في بتاعك ايه؟ النهارده ما تيجي السي في بتاعي هتقول كذا 1 2 3 4. اما النهارده يا فرحتي اللي انا ابن النادي. طب وبعدين النغمه دي عاوزين ننساها. تمام. دي عاوزين ننساها. تمام. ما يعني ده المهم رجعت حضرتك تاني بتلعبوا في فريق الامل. في فريق الامل. ده الكلام ده مثلا سنه 74 يا كابتن؟ لا 74 75 بالظبط. 75 بالظبط. عندك 17 سنه لسه ما كملتش 17 سنه. وبتبداوا تلعبوا بقى ايه كنت بلعب اون جرايد. والله العظيم. والله يعني حضرتك ولعبت ماتش السويس 75 وانا 16 سنه ونص كده وينج رايت. مش علي المصري المساك. لا ولعبت وينج رايت النادي الاهلي 4-1 75 في استاد القاهره. اللي جاب الجون على الكابتن عبد العزيز بدران. لو تفتكر الله يرحمه. انا نزلت الربع ساعه الاخيره. لعبت وينج رايت مكان الله يشفيه الكابتن مدحت فقوسه كان متخانق. انا حطوني احتياطي. طبعا عشان انزل الاستاد وانا عندي 16 سنه ونص. هقول لك على واقعه طبعا هتموت من الضحك. يعني كنت بلعب وينج رايت. المهم خدني الكابتن عوض الحارثي قال لي لا انت مش هتلعب وينج رايت. عشان العب وينج رايت يا دكتور في الوقت ده كان الكابتن سمير التفاني
الكابتن جمال فؤاد، الكابتن مدحت فؤوسة، الكابتن السنجة، الكابتن مسعد. عشان تلعب انت يا عيل يا صغير تلعب في دول. جابنا الله يخلوه لي يا رب الكابتن عوض الحركي، الله يشفيه يا رب ويخلوه لنا. قال لي لا تعالى انا عاوزك تلعب مساك، لان انا كنت بلعب بدماغي كويس جدا أوي. عاوزك تلعب مساك مع الكابتن مسعد نور. انا العب مساك مع الكابتن، انا ما كنتش بلعب احتياط يعني، كانوا بيعملوا التقسيمه دكتور، كنت انا اقعد اتفرج فرحان يعني، ما كنتش بلعب قوي ان انت اللي انا احتياطي. امال مش احتياطي بره كان هم يعني مثلا 11 و11 وانت 23 مثلا. لا انا 27 قاعد، بس انت مبسوط طبعا. انت بتستنى يا دكتور اما تشوف حلم الكابتن مسعد والكابتن عبود، برضه الواحد يعني. ده نفس اللي حصل مع حضرتك، كنا بنتكلم مع الكابتن عبود الخضري، فكنت بساله سؤال عن الكابتن سمير الغزناوي، فبقول له الكابتن سمير الغزناوي انا ملاحظ ان في بداياته كان بيتحط كجناح، في اواخر ايامه كان بيلعب مساك، ايه الحكايه؟ فقال لي برضه نفس الحكايه دي. لا والله انا هو كان يعني سريع انا كنت العب جنب كويس بدماغه كويس. فالكابتن عوض الحركي قال لك ارجع العب، قال لي العب انت العب مع مسعد الكابتن مسعد نور مساك. انا طبعا كل كره عاليه يا دكتور العبها الزحلق طبعا، وانا بزحلق كده بلم نفسي كده بالكوره، فضربت الكابتن مسعد نور يعني، ده يعني بلعب معاه مان تو مان. طبعا كان الجمهور هنا يحضر، الجمهور مثلا 3000 انت عارف بقى يمكن 3000 4000 يعني كانه زي ماتش بالظبط. طبعا قعدوا يشتموا فيا شتيمه فراح لهم الله يرحمه. طبعا الموقف ده ما نساولوش. قال لهم لا ده لسه صغير وبيلعب عليا ومش عارف ايه. طبعا الكابتن مسعد نور لما كان يتكلم الناس كلها بتسمع فشجعوني بقى. عملت تقسيمه يا دكتور. وانت لسه كنت 17 سنه مثلا. ماشي. انا عايزك بس يا كابتن علي معانا مداخله وتقول الو. الو 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 الو. ايوه مين؟ الو الكابتن مدحت معاك. كابتن مدحت ازي حضرتك؟ الله يخليك. مين معاك؟ معاك دكتور محمد فاروق، ومعاك الكابتن علي المصري اللي عايز يطمن على حضرتك والله. اهلا بك يا دكتور محمد، ازي حالك؟ الحمد لله رب العالمين. علي المصري ده ابن من ولادي الغاليين. ما هو بيتكلم عن حضرتك كده. هو سلامتك الف سلامه اولا يا كابتن مدحت. لا ده انت تعبان قوي يا دكتور. سلامتك الف سلامه. احنا مش متعودين عليك تعبان يا كابتن، ده انت بتدينا بسمة امل وطموح وقوه وكل حاجه والله يعني. والله يا محمد انا اتبهدلت بهدله لا تتخيلها. لا ما تقولش كده يا كابتن، ربنا يديك الصحه. ما تزعلنيش يا كابتن مدحت والله لو تسمح يعني. يا حبيبي يا علي. لا ما تزعلنيش بصراحه. انا اول ما الدكتور محمد قال لي اللي انا هعمل حديث معاه، فانا علمت وانا داخل اللي انت سيادتك تعبان، وانت رمز من رموز بورسعيد. حبيبي فما ينفع والله يا كابتن، لو انا انفع اجي لك دلوقتي اقعد تحت رجليك، لان انت راجل من اعلام بورسعيد. انت طول عمرك يا علي محترم. لا محترم بيك يا كابتن مدحت، انت راجل محترم وكابتن النادي وراجل علمتنا ازاي وعلمتنا انا بازاي. فاكر ما كنت تاخدني وتقول لي تقف كذا وتعمل كذا، فالحاجات دي عمرها ما تتنسى. وانت كنت لاعب قليل؟ لا انت كنت لاعب كبير. لا لاعب كبير بيك يا كابتن وبالكابتن والله. لا الف مليون سلامه يا كابتن. ليك تاريخ يا ابني حبيبي والله. والله يا علي حصل لي حاجات غريبه كده، تضخم في القلب وتضخم في الكبد والبروستاتا والقولون وتضخم في كل ده، تخيل. وبعدين والسكر وبعدين هل ينفع الكابتن مدحت فؤوسة يحصل كده وبورسعيد ما تعرفش، المحافظ ما يعرفش، مجلس بص مش عارفه. لا ازاي ما بحبش الناس. انت نفس بص يا كابتن مدحت، نفس اللي حصل لك. انا جات لي جلطه ورحت في عين شمس التخصصي وبرضه ولا سالت ولا حد سال ولا للاسف اللي ما فيش حد بيسال على القدامى ولا في حاجه للقدامى. ما هو ده للاسف يا كابتن مدحت. انت عارف يا علي انا خدمت البلد دي كلها. انت خدمت مصر يا كابتن مدحت والله. لا ما تقولش انت لا خدمت مصر يا كابتن مدحت. لا يعني انت صاحب يعني، معلش مع احترامي الكامل لكل بطولات العالم العسكريه اللي احنا اخدناها يا كابتن مدحت، انت صاحب البطوله الحقيقيه
اللي فرحت الأكل مصر. العسكري، لانك انت مش اخدها من اليونان ولا من الفرقه الصغيره دي، حضرتك لا، اخد واخدها البطوله من المغرب في المغرب، يعني ايه؟ بمنتخب المغرب نفسه. بالمنتخب المغرب نفسه اللي كان غالب مصر قبلها بكام يوم بالظبط يعني. برافو عليك، برافو عليك. فكابتن مدحت حضرتك تاريخ واللي قدمته حضرتك للنادي المصري ده، حضرتك يعني ايه؟ اول مره كان الجمهور يهتف يقول لك دي مش كره دي فقوسه، من الحلاوه بتاعت الفريق يا كابتن مع حضرتك، من النجوم الكتير اللي طلعتهم يا كابتن مدحت. انا لو عدت النجوم اللي لعبوا على ايدين حضرتك هنفضل نعد فيهم ايام وايام يا كابتن. لا لا لا، وكان بيوجهنا وياخدنا ويعلمنا. الكلام ده ما بشوفوش في اي مدرب، يعني كان يجيبنا الصبح يمرنا السرد باكات ويوقفك ازاي ويعلمك ازاي. ربنا يشفيك يا كابتن مدحت. والله انا نفسي يعملوا له مداخله مع المحافظ، يا ريت والله يا ريت. هو المحافظ ما يأثرش معايا ابدا، راجل محترم ماشي، انا ما بقصدش على كده يا كابتن. المحافظ ومجلس الاداره وبورسعيد يا كابتن، انت مش قليل في البلد يا كابتن. احنا يا كابتن علي، احنا ما ينفعش نتسول. انت عارف انا من اشراف يعني يا كابتن، انت من عائله السيد فقوسه. انا عارف التاريخ كويس يا كابتن. انت عارفني وعارف عيلتي وكنت عايش معانا انت. ما انا بقول لك، فما ينفعش النهارده، انا ما ينفعش اكون في المستشفى واقول المثل لفلان انا في المستشفى. لا، في لازم يبقى في قدامى النادي، ولازم مجلس الاداره اللي فيه رموز يا كابتن، في رموز لازم الناس تسال عليها. وفي برضه بعض الشخصيات كويسه لغايه الان، يعني في واحد اسمه علاء المنصوري، ده راجل محترم، راجل محترم مش لغايه الوقت. لا ده راجل اي طلب لاي ناس بيعمله عشان خاطري، يعني يعمل لي طلب عشان خاطري. شوف الرجوله والنخوه. لا 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 لا، محترم. انت تستاهل كل حاجه يا كابتن، انت تستاهل كل حاجه، وربنا يطمنا عليك. ونفسي يا كابتن مدحت حضرتك ربنا يديك الصحه كده وتنزل وتيجي تشرفنا في المركز الاعلامي للنادي المصري يا كابتن مدحت، وزميلنا محمد سعد يتواصل معاك، او ان شاء الله حتى احنا نجي لك البيت والله يا كابتن ونعمل اللقاء ده من عند حضرتك يعني. خلاص هنعمل حاجه جامده قوي قوي قوي، عشان قيمتكم كبيره عندي. ربنا يخليك يا كابتن مدحت. ده انت اللي قيمه يا كابتن، انت اللي قيمه صراحه. قامه كبيره بنعتز بيها يا كابتن مدحت. ربنا يخليك يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن مدحت. سعيد ان انت استضفت ابن من اولادي ونجم من النجوم المحترمه الطيبه. ما تحرمش يا كابتن، ما تحرمش يا كابتن المصري وكابتن النادي المصري، وكابتن النادي المصري. ما تحرمش يا كابتن، ده كله ده يرجع برضه فضل لك بعد ربنا، اللي انت علمتني ازاي ابقى علي المصري. ربنا يبارك لك يا ربنا يشفيك يا كابتن، يا رب ربنا. كابتن مدحت ربنا يخلي حضرتك. متشكر على ما يحوطكم لحد ابدا. يا رب يا رب يا رب. وتحياتنا لحضرتك، وانا هبقى اتصل بسيادتك انا باذن الله يا كابتن. ماشي يا حبيبي، يلا حبيبي. سلام يا بابا. سلام يا علي. مع السلامه يا بابا. قيمه وقامه كبيره. طبعا 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 طبعا. الناس ده يا دكتور صدقني انا النهارده بشوف لعيبه وعيال صغيره يقول لك ايه يا علي ايه يا محمد. انا كنت بلعب جنب الكابتن عبود يا دكتور. العب جنب الكابتن عبود الخضري، ما بقولوش يا عبود، قول له يا كابتن عبود. انت ده انا اقول لك واقعه ما ينفعش. لا، نخلي الواقعه ديت لغايه بس ما نطلع فاصل. ماشي. ونرجع مره ثانيه مع اعزائنا المستمعين، هنطلع فاصل مع الكابتن علي المصري ونرجع مره ثانيه مهندس الصوت محمد سعد.